هاشم ربيع المجلس العسكري كان الجيش وما زال يعني الجيش لكن تصرفات بعض قادة الجيش يمكن أن تقسم من رصيد الجيش كما حدث في فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد. المصريين كلهم قالوا الجيش والشعب إيد واحدة بعد 25 يناير، بعد إنهاء حكم الرئيس محمد حسني مبارك. بعد ذلك فترة من التخبط، سواء كان في رأي البعض متعمد أو غير مقصود نتيجة لعدم الكفاءة في إدارة المرحلة الانتقالية من جانب المجلس العسكري. فبقى الناس كلها تهتف ضد الجيش أو ضد المجلس العسكري أو ضد العسكر. الآن ألا يعاد نفس السيناريو بعد أن هتف الناس الجيش والشعب إيد واحدة؟ الآن بسبب انخراط الجيش في عمليات شبه أمنية هي من صميم عمل الشرطة وليست من صميم عمل الجيش، ألا يهين قادة الجيش المصري بإقحامه في إدارة الملفات السياسية والأمنية في مصر؟ شوف أستاذ زينو، وبسمح لي بعد إذنك نرجع للموضوع ورا شوية، بمعنى إنك الجيش في أي دولة من دول العالم هو حامي أمنها القومي، يعني هو اللي القائم على صيانة مثل هذا الأمن. هذه واحدة، وده كمان مش بس في البلدان اللي بنلاقيه في البلدان النامية ولا في البلدان العربية، لا بنلاقيه حتى في البلدان الغرب. يعني بمعنى انك تجد ان الجيش على سبيل المثال الجيش الامريكي وهي بنتكلم على دولة من اعتى الدول في مجال الديمقراطية في العالم، يعني ان بتجد ان الكونجرس على سبيل المثال لا يراجع كلمة واحدة للمجمع الصناعي العسكري ومطالبه فيما يتعلق على سبيل المثال بالموازنات. لا، ما هو يبقى مرتبط بالموضوع كله مرتبط ببعض. المجمع الصناعي العسكري المجمع الصناعي العسكري ده عبارة عن شركات لها علاقة بالجيش، بس مرتبط لكن ليس الجيش الامريكي. موازنة الجيش، التدخلات الخارجية، الطلبات الرئيس، موازنة الجيش تراجع في الكونجرس، طلبات بس وتخفض وتزاد حسب الحاجة. انا مش عارف اتكلم. لا، ما احنا مش عارف اتكلم. لا، يعني سيبني وبعدين اعقب عليها في الاخر، ولا حضرتك هتبقى طرف في الموضوع. لا، حضرتك اتكلم بس لما يبقى في معلومات. لا، ما انا هقول لحضرتك على حاجه اهو بقى، ما مش حضرتك ما رجعتش استاذ محمد في اي كلمه. لا، ما قالش معلومات، لا محمد آراء. خلاص. انا لو حضرتك هتقول رايي انا ما عنديش مشكله. لا، انا لو حضرتك هتقول رايي انا ما عنديش مشكله، لكن هتقول معلومات غلط انا ما اقدرش اسمح لحضرتك انك تقول معلومات. لا، عشان كده بقول لك يا استاذ محمد، خلينا قاعد مستمع، اعتبرني قاعد مستمع. لا، مش قاعد. لا، انا قاعد مستمع. لا، انا مصر على قاعد مستمع، لان الاسلوب ده اتكرر كذا مره معايا وكذا مره مع الدكتور يوسف ودكتور مع يوسف العزباوي، اتكرر كذا مره. لا، حضرتك عايز تقول معلومات، يبقى انا من حقي ان انا اراجعك في المعلومات. خلاص. عايز تقول اراء، انا مش زعلان. انت من حقك انك تقول. بقول لحضرتك تقول لاستاذ، لكن معلومات انا مش زعلان. انا هقعد ضيف. انا هقعد ضيف، اعتبرني ضيف عندك شويه. يعني انت مش عايز تجاوب على السؤال؟ لا، مش خلاص. طيب، استاذ محمد القدوسي، بما ان الاستاذ عمرو متنازل عن دوره في الكلام، هو كان سؤالي للدكتور عمرو انه الجيش، وحضرتك موافق على هذا الكلام، لكن في المقابل انه الجيش ربما يكون ينال من قيمته وقدره عند المصريين بالادوار الامنيه والادوار السياسيه التي يقوم بها، لكن في المقابل ايضا، ولعل هذا ما كان يريد ان يشير اليه الدكتور عمرو هاشم ربيع، ان الجيش هو مناط الاستقرار وهو المنوط به حمايه الامن القومي المصري، وحين يكون الامن القومي المصري معرضا للخطر فان الجيش يفعل ما ينبغي عليه، وهو ما دفعه في راي قياده الجيش ان تنزل بالفعل في 3 يوليو، تقوم بحركتها في 3 يوليو، وما دفعه الان ان هو يؤمن الشوارع المصريه عبر الحواجز، وما يدفعه الى ان يذهب الى قريه زي دلجه، وما ربما يدفعه إلى أن ينزل إلى أماكن أخرى. وفيما يتعلق بسيناء، حضرتك قلت أنه بيقصف. طبيعي الجيش يقصف إذا كان هنالك من يهدد الأمن القومي وهنالك من يهاجم هذا الجيش. ماذا تنتظر من الجيش على من يطلق وصوب سلاحه ناحية الجيش المصري؟ هل تنتظر من الجيش أنه هو يحافظ عليه مثلا، ولا المفروض يعمل معاه إيه؟ أول أستاذ زين، حضرتك هتسمح لي ان انا اسال الدكتور عمرو سؤال واحد بس عشان هو مش عايز يجاوب، هو عايز يعني ربما هو جاي مستمع. لا، مش عايز اجاوب. انت اجبرتني ان انا اسكت. لا، انا انت اجبرتني. انت قلت معلومات غلط. لا طبعا، لا ما بقولش معلومات غلط. دكتور يا عزيزي، طب انا ده الحاجات دي انا دارسها. انا اسال حضرتك، انا دارس علوم سياسيه، حضرتك دارس اعلام، انا دارس علوم سياسيه. حضرتك مش قادر تفرق. في فرق بين التخصصات. انت حضرتك بتاع اعلام، انا بتاع علوم سياسيه. بس حضرتك مش قادر تفرق بين المجمع الصناعي العسكري اللي هو لا، قادر افرق كويس قوي، وقلت لك الموازنه العسكريه، وقلت لك موازنه التدخلات الاجنبيه، وبين الجيش الامريكي
التدخلات الخارجيه، يعني ده كل الحاجات دي اصغر كلها. طالب علوم سياسيه يعرف الفرق لا 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 لا. بين المجمع لا استاذ زين، المجمع أرجوك يا الصناعي أستاذ زين. العسكري وبين الجيش ارجوك يا استاذ الامريكي. زين، لا كده انت استاذ بتهين. زين لا، مش لا بهينك لا ما يا تقولي دكتور اصغر عمرو. طالب واصغر، لا 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 ليس لو مش سمحت. بهينك، انا ما لكن اقدرش اقول عليك حضرتك انك بتقول انت قناه مش عارف ايه، ولا انت ايه، ولا صفتك ايه وانت بتذيع، ولا اسلوبك كذا ما تقوليش لا، اصغر طالب هذه ليست ما القضية تقوليش يا اصغر طالب في العلوم السياسيه. لا يا استاذ زين لو سمحت، لو سمحت لما تقولي أرجوك، ان أنا الكونجرس مضطر- الامريكي اتفضل. طب لا 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 لا, لا. بيقول انا عايز اسالك سؤال يا دكتور، يا دكتور، ايه انا الاسلوب ده؟ أنا عايز انا بقعد هناك في الجزيره في الجزيره الرئيسيه الناس بتحترم بعضها وبتحترم واحنا يا دكتور عمرو، بنحترمك حضرتك- والله يا دكتور. حضرتك اتفضل لم تفرق اتفضل. في كلامك بين دكتور، المجمع أرجوك الصناعي تعتذر عن العسكري الكلمه اللي حضرتك قلتها وبين تعتذر عن الكلمه اللي قلتها عشان اعرف. لا اعتذر في ايه؟ خلاص. انت حضرتك بتقول المجمع الصناعي العسكري مش مفيش حاجه اسمها المجمع الصناعي العسكري هو الجيش الامريكي، الجيش الامريكي مش هو المجمع الصناعي العسكري. اصغر انا اقول لك عليك انك انت اصغر مذيع برضه. ممكن تقول لو ده رايك، عيب ما اقولهاش، انا متربي. وانا كمان متربي. استغفر الله العلي العظيم كل ده من العدوان. طيب انا هو الدكتور عمرو واضح ان عنده حساسيه من الحديث ماشي عن الجيش ماشي. المصري. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو